الإسلام نازف، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين أينما كانوا. معذرة إخواني لقطع فرحة العيد عليكم، لأني أريد الانتقال بكم إلى إخوانكم في غزة الذين حرموا فرحة العيد بسبب جرحهم النازف منذ 9 أشهر، حيث أرسلوا برسالة إلى العالم المتحضر يقولون فيها: نحن لسنا تجار حروب، ودماؤنا ليست دماء رخيصة، ولكنها الكرامة والإنسانية التي نريد كبقية شعوب العالم. وللتذكير فقط نريد أن نورد لكم جزءا من معاناتنا في القطاع المحاصر على بقعة لا تزيد عن 40 كيلومترا، وعلى شعب لا يتجاوز 2,000,000، غير مشكلة الأسرى الذين امتلأت بهم سجون الاحتلال منذ سنوات، ومشكلة الوصول إلى الضفة والقدس والأقصى وغيرها. راح العدو من أكثر من 9 أشهر بلا شفقة ولا رحمة، يدوس على إنسانيته وديمقراطيته المزعومة، يضرب عشوائيا جوا وبرا وبحرا بأسلحة محرمة دولية كل ساكن ومتحرك في غزة، حتى طال البيوت على ساكنيها، والمساجد بالمصلين فيها، وحتى مدارس الأونروا والفرق الطبية والإسعافية والمستشفيات قد ضربت. الأمر الذي يكشف للعالم عن حرب إبادة وتعمد قتل شعب أعزل وتدمير بنيته التحتية. ماذا تتوقعون أحبتي من شعب محاصر حصارا شاملا لأكثر من 7 أعوام، معابره مغلقة، أنفاقه مدمرة، وتعاون محكم بين إسرائيل وبعض الدول عليهم، مجازر يومية